السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتعرف على شوية تولز مهمة في فيوجن 360 زي لوفت وكومباين ودرافت، وهنعرف ازاي وامتى بنستخدم كل واحدة منهم، ونتعرف على نيو كومبوننت اللي هي اساس الفيديوهات الجاية كلها ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ. ندخل في الشرح على طول ونبدأ بأول أداة معانا وهي لوفت. خلونا نتعرف على لوفت ونعرف نستخدمها في ايه. أول حاجة هي دي تول لوفت عندنا. خلينا نعرف نستخدمها في ايه. أول حاجة نجيب اكزامبل عليها ونعرف نستخدمها في ايه. اول حاجه، لو احنا شايفين المروحه ديت معموله بطول اللي هي لوفت، معموله كلها بلوفت. الازازه ديت معموله برضو بلوفت فروم سكراتش، كلها لوفت. خلينا نجيب اكزامبل ونستخدمها معاكم. اول حاجه خلينا نعمل مثلا شكل معين. هنعمل هنا كريت سكتش مثلا، ونيجي هنا مثلا نختار سيركل. خلينا مثلا نقول 50، ونعمل فينيش سكتش، ونختار مثلا سيكشن. نعمل بلانك تاني، ونعمل هنا كريت سكتش تاني، ونعمل هنا سيركل تانية 80 مثلا، ونعمل فينيش سكتش، ونختار بلان تالت فوق ده كده. نعمل مثلا 50 زي ما احنا قلنا، ونعمل هنا كريات سكتش. بس انا مش هقعد اعمل السيركل كل شويه، فعندي تول اسمها بروجكت بختارها واعمل اوكي، فهي بتعمل على طول السكتش بتاعي ده فوق البلان اللي انا كنت عملته. واجي اعمل هنا كده سكتش بعده، واطلع 50 عادي، واعمل كريات سكتش فوق ده، واختار الدايره الكبيره بروجكت اوكي فينيش سكتش. هاجي بعد كده اعمل دايره صغيره كريات سكتش، انا اطلع البلان الاول 50، واعمل كريات سكتش، واعمل بروجكت، واختار الدايره الصغيره واعمل اوكي فينيش سكتش. دلوقتي انا عاوز اطلع بالشكل ده كده 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 لفوق، فانا بختار لوفت عادي خالص، لوفت 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 كده، والشكل اتكون معايا. لو من غير التول اللي اسمها لوفت، يعني هي لها حل، بس يعني لوفت اسهل. اللي انا ممكن كنت اعمل هنا كده، ارسم الشكل ده وبعدين اعمل ريفولف حوالين محور زد، بس ممكن ما كانش يطلع معايا حلو زي ده كده وبسهوله زي ده كده. وده شكل معين ممكن حد يستخدمه مثلا يطبعه 3D، وحاجه مثلا حاجه بتشرف فيها حاجه زي كده. لو اخترنا اتنين فيطلع بالشكل ده كده. وممكن نيجي نعمل هنا فلت ونعمله كده، وبقى زي الفل. وده كده اول تول معانا اللي هي لوفت. وندخل في التول اللي بعدها وهي درافت. خلينا النهارده مثلا انا عملت بوكس معين وعاوز يكون في اي انحراف، اي ميلان. انا مثلا عملت البوكس ده وطلعت فوق كده، وعاوز الجنب ده مثلا يكون طالع لبره شويه او داخل لجوه شويه. نعمل ازاي؟ بدرافت. هنيجي كده درافت، واختار الجنب ده كده، أنا هيكون طالع لبره، بص، او داخل لجوه كده. ولو انا بدلت بين ده وده برضه، يعني من فوق لتحت كده برضه بيبدل. لو انا عاوز اعمله كامل برضه عادي خالص، اختار درافت الشكل كامل. ثانيه، اختار درافت، اختار ده، ودي الاوجه بتاعتنا الفيسز. نختار الفيس ده، وهنيجي هنا كده الشكل كله اتعمل. نختار اوكي، وده كده درافت. طب انا دلوقتي ده الشكل معايا. هنخش على الطول اللي بعدها وهي كومباين. خلينا نتعرف على كومباين. انا دلوقتي هعمل بوكس تاني فوق هنا مثلا، واخده مثلا من هنا لهنا، واطلع لفوق، بس اعمله نيو بادي، بادي تاني خالص. اوكي. لو جيت ابص على الباديز هنا كده، فلاقي عندي هنا بادي 1 وبادي 2. يعني انا لو قفلت ده يختفي، ولو انا قفلت ده يختفي. انا دلوقتي عاوزهم الاتنين بادي واحد، فبعمل ايه؟
باجي اختار كومباين، وبختار ده وبختار ده، وبص هنا كده دلوقتي هتلاقيهم بقى بادي واحد. اوكي بقى بادي واحد. لو قفلت خلاص كده الموضوع انتهى زي الفل. ندخل على الطرق اللي بعدها وهي ويب. خلينا مثلا دلوقتي انا عملت مثلا بوكس معين برضه، وجيت هنا كده وهنطلع نختار شيل ونعمل مثلا 3. اوكي. انا دلوقتي عاوز اعمل ايه بقى؟ عاوز اعمل هنا كده تقسيمه كده، مثلا اعتبر دي خزنه مثلا، وعاوز اعملها رفوف معينه. هنعملها ازاي؟ فخلينا نشوف هنعملها ازاي بويب، وبعد كده هنعرف ازاي بنعملها لو كنا هنعملها ازاي من غير ويب. فنيجي هنا مثلا نعمل خطوط معينه. كنا عاوزين مثلا نعمل رف هنا، وهنا مثلا رف، وهنا مثلا رف كده، اي حاجه براحتنا، وهنا مثلا رف اي حاجه. ادينا بنجرب ونعمل فينش سكتش. ونيجي نشوف ويب. ويب انا اخترت مثلا ده. لو انا عملت كده انا عامل هنا ديستانس 10، لو انا عملت تقول هينزلني تحت خالص. فانا عندي هنا المسافه من ديستانس ينزلني تحت كده، او انا ممكن اختار تقول لما للاخر. طب شوف ده عمل ايه، قسمها لي كده، عمل لي بادل لما لتحت خالص. اوكي. طب تعالى نعمل تاني، اختار بس نظهر السكتش تاني، ونعمل هنا مثلا ده زيه كده. اوكي. ونعمل ويب، اختار ده عادي كده. اوكي برضه مفيش مشكلة. ونيجي هنا برضه على الويب ونختار ده وزي الفل. لو من غير ويب كنت جيت مثلا على حاجة زي كده وعملت خط هنا وخط هنا وعشان اقفل السكتش وبعد كده اعمل اكسترود لتحت، ومعاناة. لكن ويب سهلت عليا الموضوع ده كله. وندخل على اللي بعده ونعرف ليه احنا كنا لما بنختار هنا بنختار هايبرد، ما اخترناش بارت ديزاين. هي من اسمها كده بارت، يعني حاجة واحدة بارت. لكن انا عاوز اما اجي اشتغل اكتر من كومبوننت مع بعض، اكتر من بار مع بعض. فعشان كده هنا اخترنا هايبرد. لو جينا نبص هنا كده مفيش حاجه اسمها نيو كومبوننت، مفيش حاجه هنا كده اسمها نيو كومبوننت اللي احنا نستخدم اكتر من كومبوننت. فخلينا نخش كده على الهايبرد هنا ونتفرج عليها. الشكل زي ده كده. بص يظهر هنا عندي حاجه اسمها نيو كومبوننت، اجيب كومبوننت من بره. فخلينا نشوف الكلام ده. اي شكل احنا عملناه، اول حاجه خلينا نعمل شكل معين، مثلا بوكس عادي، بوكس عادي خالص، او سلندر اي حاجه، او كويل. ممكن نعمل كويل. نيجي هنا كده ونعمل كويل. ادي كويل بالنسبه لي. الكويل ده بالنسبه لي كمجرد بادي، انا عاوز اعمله كومبوننت. اجي هنا كده نيو كومبوننت فروم باديز واختار. ادي كده كومبوننت، بقى كومبوننت ظهر عندي اهو. ما اقدرش احركه مع انها كومبوننت. انا اصلا وقت كده واقف جوه كومبوننت دي ذات نفسها. انا ايه ابديت هعمله هيكون جوه الكومبوننت دي. فانا عاوز اطلع بره تاني كده. كده انا ايه، كده واقف بره خالص. انا دلوقتي ما اقدرش احركه ليه؟ شايفين هنا الخطاف ده، انا عاوز اشتغله. لو اشتغلته كده ومسكت كده الكويل بدأ يتحرك معايا. بس انا هعمل ريفت بوزيشن، رجعه تاني المكان واثبته عادي خالص. طب في برضه يعني اللي هو انزيرت كومبوننت. خلينا مثلا عندي كومبوننت معينه، زي ما انا كنت قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، اللي انا عندي فولدر بحطط فيه كومبوننت معينه عشان ما اقعدش اعملها فروم سكراتش. خلينا مثلا حاجه زي الفان ديت انا كنت عاملها اضيفها هنا عادي. ضفتها، بس هي حجمها اكبر من الكويل فعشان كده الكويل يعني. وهنا كده اوكي. ظهرت هنا برضو كان كومبوننت. في حاجه هنا كده، شايفين اللينك ده؟ يعني اي ابديت هعمله هنا هيتسجل هناك. فانا بعمل هنا كده بريك لينك كده، بعمل بريك لينك، بقت كومبوننت انا حر فيها واستخدمها زي ما انا هنا زي ما انا عاوز. وفي تول تانية اسمها جوينت، بس دي اللي نتعرف عليها الفيديو الجاي ان شاء الله. وبس كده. وكده نكون اتعرفنا على تولز جديدة وعرفنا امتى وازاي نستخدم كل واحدة منهم. ما تحاولش تحفظهم، حاول تطبق بايدك، لان مع التطبيق كل حاجة بتثبت. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنستخدم التولز دي مع بعض. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.